اهلا بيكم. كلنا بنعدي بانفصال، بنحس ان احنا محتاجين نحكي ونتكلم مع حد قريب مننا، بس الغريب ان مش دايما الكلام بيريح. العلم بيقول ان القيود الاجتماعية في الكلام عن الانفصال ممكن يخلي التعافي صعب وأبطأ. ازاي ده بيحصل وليه الدعم الاجتماعي ممكن يكون سلاح ذو حدين؟ ليه بنحتاج نحكي بعد الانفصال؟ بعد اي انفصال العقل بيحاول يستوعب الصدمة، وعلشان كده بنميل للحكي والفضفضة. المشكلة ان لو الناس اللي حوالينا مش داعمين كفاية، او بيردوا بردود سطحية او متجاهلة، او بيدونا نصايح منطقية كتير، ده بيخلينا نحس ان مشاعرنا مش مهمة، وده بيزود القلق والتوتر. لما الناس تحسسك انك بتبالغ، تبدأ تتهرب من التفكير في الانفصال بدل ما تتعامل معاه. كل ما تتجنبه اكتر وكل ما استمر الألم لفترة اطول. الدعم الحقيقي مش بس في ان حد يسمعك، لكن في ان يخليك تحس ان مشاعرك مقبولة ومفهومة. طيب ازاي تخرج من الدوامة دي؟ اول حاجة، اختار الشخص اللي تحكي له كويس. مش اي حد هيقدر يحتوي مشاعرك. اكتب مشاعرك لو مش لاقي حد تفضفض له، ده بيساعدك تفهمها اكتر، بس ياريت مش على السوشيال ميديا. لو حد قالك خلاص انسى، رد عليه وقوله انا مش بحاول انسى، انا بحاول افهم واتعافى. هل حسيتوا قبل كده ان الناس مش متفهمة بعد انفصالكم؟ ولو كنتم فعلا لقيتوا حد داعم، شاركونا ازاي ده فرق معاكم. شكرا.